يا صباح الفل او مساء الفل على حسب ما بتشوفوني. اهلا بيكم في قناتي. انا مرمر. لو انتي لسه اول مره جديده اهلا بيكي في قناتي، واهلا طبعا بكل اللي موجودين ومنوريني من زمان. جيت اصور لكم الفيديو لقيت الصوت مش موجود، فانا ايه يعني سجلت له صوت هنا. بقول لكم تعالوا نجيب الطبق ده وتعالوا نشوف هنعمل ايه. طبعا الكريسماس خلص والعيد خلص، وكل الايام الحلوه اللي بتيجي وبتخلص بسرعه دي ربنا يعود علينا وعليكم يا رب بخير. كمان الأيام الجميلة جاية وأيام رمضان. انتوا عارفين رمضان ده الكل بيستناه وإن شاء الله ربنا يحسن الظروف والدنيا وكل حاجة تبقى حلوة. بصوا ابتديت بقى انا خلاص، يعني الشجرة اتبهدلت زي ما انتوا شايفين. بصوا الهدايا كل حاجة فيها راحت في حتة، وبابا نويل يا عيني داخ ووقع، فمش هينفع الكلام ده. فقلت لا مش هينفع المي بقى كل دوت. فيها لعب كتير ومش باينة، مش عارفة ليه. بس ان شاء الله وعلينا بخير. لو عشت السنة الجاية هعمل فيها تركاية حلوة يعني بإذن الله أنا ناوية لها. آه، بداية المناسبات من أولها بجد فيها فرحتها. يعني أنا شجرة الكريسماس دي حطيتها قبل ليلة رأس السنة بأسبوع. يعني غير منطقي خالص اللي أنا عملته ده. أنا أصلا بحطها من أول شهر 12. محسناش بيها، ما نورتش النور بتاعها كتير. مش عارفة يعني، كمان عشان كانت عندي تجديدات في الشقة والدنيا المتبهدلة ما ركزتش بصراحة. فالحمد لله يا رب ان الايام عدت بخير، وان شاء الله الايام الجايه بقى نعمل فيها وعندنا فرصه وعندنا حاجات كتير قوي. طول ما في بكره في امل، ونعمل كل اللي احنا عاوزينه. لميت بقى الحاجه كده زي ما انتوا شايفين، ونزلت منها كل الالعاب وخدتها هيلا بيلا كده، ودخلت انا وهي على البانيو، وخدت كمان معاها الشجره الصغيره، وشغلت الدش الخارجي دوت اللي هو لوحده، مش اللي هو تبع البانيو كده. البانيو دي ما علينا يعني. غسلتها كده بمية فقط بس، لان الورق بتاعها بيبقى ضعيف لو حطيت لها اي مسحوق. طبعا انتوا عارفين المساحيق بتبقى قوية شوية، فهتلاقوها وقعت. بصوا انا كده غسلتهم بمية فقط، لان الورق ده بتاعهم بيتأثر بالمنظفات. مية بس كده، وهسيبهم يتصفوا وبعدين هدخلهم البلكونة ينشفوا بقى لتاني يوم. هو عشان اشيلهم نضاف، كمان الحديد دي كلها حديد، دي بلاستيك دي حديد، كمان الحديد بتاعها كله ينشف وعشان ما يصديش. قولولي بقى يا جماعة معلش، هي ليه السفرة بتلم كراكيب؟ يعني لما ورق المحاضرات بتاعي والشغل وحاجة جوزي والفاكهة والفازة والشوكليت شيبس كنت بابا جايبهم لي في الكيسة هم متبقيين. يعني بصوا بجد انا السفرة لما كانت في مكانها بجد يعني ما كانتش متبهدلة كده. السفرة دي تقريبا كنت بروقها لما باجي امسح الشقة، مش عارفة ليه بتتبهدل. فيوميا بجد من غير مبالغة مرة واتنين انا بروقها. في حد زي كده يا جماعة ولا ايه؟ طمنوني على نفسي، عشان بس ايه يعني مش هينفع الكلام ده. رصيت بقى الحاجة لان انا كنت مسحاها ومنضفاها قبليها بيوم. كده انا خلاص خلصت الجزء دوت عشان انا بقعد اذاكر هنا. واصلا الترابيزة انا مسحاها امبارح وفرشة المفرش ده امبارح. ده مفرش حراري، فحطاه يعني بيستحمل ناكل عليه وكده ونزل عليه الحاجة سخنة. بس الستارة بس عايزة تتظبط شوية عشان مش متظبطة، بس هظبطها. بس كده، ايه رأيكم؟ كمان شلنا الشجرة اهو من هنا والمكان وسع وفضي وبس. وانا راجعة بقى من الكورس، نفسي راحت لكبد وقوانص، بقالي كتير قوي ما اكلتهاش. رحت الراجل وجبت كبد وقوانص وكده، وقلت اما اجي اعملها. طبعا انا غسلتها كنت مع نفسي، غسلتها بدقيق وملح وليمون زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم دي الحاجه الوحيده اللي بتمشي ريحتها وبتخليها فله كده. وحتى كمان لما بتيجوا تعملوها طعمها بيفرق قوي. نظافتها بتخلي طعمها يفرق يا جماعه جدا. بس انا يعني على رأي ماما بحسوك فيها شويه كده. يعني عارفين الجزء اللي هو من
اللي بيبقى في الامعاء وموصل للكبده والقنصه ديت، انا بشيله وهوريهولكوا دلوقتي. في الناس كلها بتعمله، بس عايزه اقول لكم بيفرق في الطعم بطريقه مش طبيعيه. بصوا انا مطلعاها يا جماعه، شكلها ولونها تحفه. كمان الحويصله الصغنونه المدوره دي انا برضو مش بعملها. هو ده الجزء اللي كنت اهو، ده اللي انا بشاور لكم عليه اهو. بصوا هو ده بشيله، شايفينه اهو، باين قوي. بشيله هو والقطعه اللي هي الحويصله المدوره دي. مش بعمل غير الكبده والقنصه والقلب فقط، مش بعمل اي حاجه تاني. عايزه اقول لكم يا جماعه طريقه الغسيل دي بتنضفه جدا، وبتخليه ريحته حلوه قوي، ما فيهوش زفاره. بتنزل اي زوايد دم اهو. بصوا شايفين برميها كلها. بصوا سوري على المنظر، بس عشان انا ابقى بوريكوا الحاجه بمصداقيه. كمان بفتح القلب بالنص كده، بطلع الشعيرات الدمويه اللي فيه، وبروح ماسكه اللي هو الشريان الرئيسي اللي فيه ده، وبروح شايلاه برضو، مش بعمله بيه. عايزه اقول لكم بجد ماما لما بتيجي عندي بتحب تاكلها قوي، وحتى لما بروح عندها بتخليني انا اللي اعملها، بسبب ان انا بجد بنضفها بطريقة صعبة يعني، وبتوصى فيها قوي. تمام. زي ما انتم شايفين بقى كده، غسلتها بتاع حوالي 19 مرة عشان بس الوسواس اللي في دماغي. وكمان غسلت الاسبونشة، مع اني سوري البلانشة. آه هقطع عليها تاني، بس قلت لا بقى عشان قبل النظافة وبعد النظافة وكده يعني. كمان غسلت الطبق ده عشان اغطيه بيها، لان انا شويه كده وهعمل الاكل ده. كنت هسيبه كده بقى، لسه بقولكوا لحد ما اجي اعمله. هنا كده كنت ابتديت فيه لاني كنت جوعت جدا. قطعت بصله، معلقه سمنه بلدي كبيره، ورميت القوانص، وقطعت قطعتين بانيه اللي هو الابيض اللي في وشكوا ده. سويتها معاه ورميت القلوب. ودلوقتي حطيت الكبد. تمام. آه بجد طعم وريحة تحفة. كنا أكلنا والحمد لله. وعملت دخلت كده، قلت أعمل بقى الفرش، عشان الفرش بتاعتي اتسألت عليها كتير، بغسلها ازاي، وازاي بتعامل معاها، وازاي بعقمها. وبجد يعني زي ما انتم شايفين بتنزل ايه قدامكم. فالقطعة دي مهمة جدا يا جماعة، وركزوا فيها. الفرش مبدئيا كده تتغسل مرتين في الشهر، عشان بس نبقى متفقين. ولو عرفتي تعملي اكتر من كده، ده للناس اللي بتحط ميك اب بسيط كده، مش زي يعني زي حالاتي. انما اللي مش زي حالاتي بقى، اللي هما يوميا وفاونديشن لا، ده لازم مرة في الاسبوع على الاقل، في اواخر الاسبوع تغسليها. الصابونة اللي قدامك دي صابونة لايف بوي. صابونة لايف بوي دي معظمنا عارفها. دي صابونة طبية معقمة ومطهرة ومضادة للحساسية. لو عندك طفل عينه فيها حساسية او فيها اي حاجة، خليه يغسل وشه بيها. وانا عارفة انا بقولك ايه، وانا دارسة كل الكلام ده. تمام. بصوا بقى براغيها كده زي ما انتوا شايفين قدامكم، يعني بسيبها دقيقة واحدة بحيث تتعقم. وبعدين بشطفها زي ما انتوا شايفين برضو. بصوا الحاجة، وديكوا شايفين المية والحاجة اللي نازلة، اللي بلاقيها لسه فيها لون ولسه مش احسن حاجة في التنظيف، بعيد عليها تاني. حتى فرشة الدمج بتاعة الاي شادو برضو بغسلها بنفس الطريقة. انا عندي فرش تاني بس ما كنتش مستخدماها، دول اكتر حاجة انا بستخدمها. زي ما انتوا شايفين كده. تنظيفهم مهم جدا، وتعقيمهم مهم جدا. لاني لو واحده بشرتها تقول انا بغسلها وبعمل فيها كل حاجه وبتطلع لي حبوب، اكيد من سبب الفرش. السبب الفرش، الدكتور قايل لي ده اكبر عامل اساسي يبوظ. وكمان الاسبونشات اوعوا تنسوها، بغسلها برضو بنفس الطريقه. جربوا يا جماعه الطريقه دي، ولو اي واحده عندها حبوب ترجع تكلمني بعد الطريقه دي. بجد هتعجبكم جدا وهتستفادوا بيها قوي. طبعا اللي نزل من الميك اب بيبقى فيه دهون على الوش، وبيبقى فيه شوية حاجات كده كتير، يعني مش احسن حاجة ان احنا نخليها في الحوض. بصوا يا جماعة، انتوا عارفين الحوض بتاع الوش والجزء اللي حواليه اللي انا بغسله ده اكتر مكان بتبقى فيه البكتيريا بطريقة مش قادرة اوصفها لكم. لو هقول لكم تغسلوه مرتين او 3 في اليوم، صدقوني مش ببالغ. لو اخدتوا مكافحة العدوى صدقوني هتتصدموا. انتي بمجرد ما بتغسلي ايدك انتي بتسيبي عليه بكتيريا وجراثيم،
بس وتقولي ده انا بغسل ايدي بالصابونة، يعني بغسل ايدي وبغسل الحوض، لا بالعكس خالص. ركزوا قوي يا جماعة. لو مش هتغسلوه مرتين ولا 3 في اليوم، على الأقل مرة واحدة بالليل بعد ما تنامي. بعد ما تاخدي شاور كده، خلي سبونشة وصابون كده زي ما انا مخليه، واغسلي ولمعي ونضفي واعملي كل اللي انتي عايزاه عشان تنامي في امان، وولادك يبقوا في امان، وجوزك انا وعيلتك جايباهم كلها. كده ويا رب ربنا يحمينا اهم، كلنا من اي حطهم على مرض ومن اي منديل حاجة صعبة. زي ما انتم شايفين، ولا فوط بقى ولا كل الكلام ده. هي اكتر حاجة تضمنيها في التعقيم المناديل طبعا تكون مناديل نضيفة اهو، عشان تبقي مطمنة، لان الفرش دي يا جماعة بتشيل كوارث وبتعمل كوارث في الوش، فخلي بالكوا منها ومن التعامل معاها وازاي تغسلوها. ويا ريت تبقى الموضوع كله يبقى حوار تعقيم في تعقيم. تمام، يعني مثلا الصابونه اللي انا غسلتها بيها دي، زي ما قلت لكم دي صابونه لايف بوي، عشان خاطر ضد البكتيريا والحساسيه ومعقمه ومطهره وفيها حاجات كتير يعني مفيده جدا. وبصراحه انا برشح الصابونه دي قوي، حتى كمان اللي عندهم حساسيه في عينيهم بغسل بيها وشي لما بيكون الحساسية شديدة في عيني، يعني في أثناء فصل الصيف وكده. فهي حلوة جدا يا جماعة بجد، جربوا الطريقة دي. أنا الطريقة دي دكتور أصلا اللي كان قايل لي عليها بتاع الجلدية، وعايش عليها بقالي سنين، والحمد لله الحمد لله يا رب، يعني ماشية معايا كويس قوي. بصوا، شايفين؟ شايفة الفرش ازاي بتلمع؟ شايفين؟ شايفين نضيفة ازاي؟ تحفة بصراحة، جربوها ومش هتندموا.